يا جدعان انا ما بقتش عارف انا بعمل فيديوهات عن بطولة افريقيا ولا على ناشونال جيوغرافيك. المنتخبات كلها باسامي طيور وحيوانات وحاجه خليله ودمنه على الاخر. اشرب حاجه حاجه ساعه لو سمحت وعندك واحد شاي معلش. السلام عليكم اعزائي جمهور القهوه، يا رب تكونوا بخير ويا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. الفيديو بتاع النهارده ما كانش المفروض نصوره على الارض، كان المفروض نصوره واحنا في الجو، لان الفيديو بتاع النهارده عن النسور الافريقيه وهي منتخب مالي، ونسور قرطاج وهي منتخب تونس. بس قبل ما نبدا الكلام عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعم اخوك باللايك وتشترك في القناه عشان تتابع معايا سلسله فيديوهات بطوله افريقيا اللي بنتكلم فيها عن كل المنتخبات اللي مشاركه في بطوله افريقيا واهم منافسين لمنتخب مصر في البطوله. ونخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. هنبدا كلامنا عن منتخب مالي، احد اقوى منتخبات افريقيا في الوقت الحالي. مالي وان ما كانش لها تاريخ كبير في بطوله افريقيا، يعني كل الحكايه خدوا مركز ثالث مرتين وخدوا مركز الوصيف مره، وعمرهم ما فازوا بالبطوله، الا ان هم حاليا بيحتلوا المركز التاسع في تصنيف الفيفا للمنتخبات الافريقيه. بيدرب منتخب مالي المدرب الوطني الشاب إريك شيل، عنده 46 سنه. كل تاريخه التدريبي كان مع فرق صغيره وفرق درجه ادنى في الدوري الفرنسي، ويعتبر منتخب مالي هو اكبر فريق دربه في مسيرته. اما عن لعيبه مالي، فمنتخب مالي بيتميز بان عنده نص ملعب قوي وجبار فيه شويه لعيبه مهمين جدا. على سبيل المثال للحصر عندهم في نص الملعب اليو ديانج نجم النادي الاهلي، ومحمد كمارا لاعب نادي موناكو، والميجا ستار بتاعهم يفيس بسوما وهو واحد من نجوم نادي توتنهام في الدوري الانجليزي. اما في الهجوم عندهم سيكو كويتا لاعب نادي سالزبورج، وعندهم كمان لعيب تاني حكايه وله مستقبل كبير اسمه بوبكار تراوري. اللاعب ده بيلعب في نادي الاتحاد المنستيري، وانا كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده وكنت برشحه للنادي الاهلي. يا رب الجماعه بتوع النادي الاهلي يشوفوه في البطوله بقى ويقتنعوا بيه ويروحوا يمضوه، لانه لعيب جامد جدا وانا شايف انه هيبقى له مستقبل كبير. مالي بتلعب في المجموعه الخامسه اللي بتضم معاها ناميبيا وجنوب افريقيا، والمنتخب اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو نسور قرطاج منتخب تونس. اخواتنا واشقائنا في تونس بيحتلوا المركز الثالث في تصنيف الفيفا للانديه الافريقيه، والمنتخب التونسي له تاريخ كبير في بطوله افريقيا. قدروا ياخدوا المركز الثالث 3 مرات ومركز الوصيف مرتين، وقدروا ياخدوا بطوله افريقيا مره واحده من 20 سنه 2004 في البطوله اللي كانت بتتلعب على ارضهم وسط جماهيرهم. بيدرب تونس المدرب الوطني جليل قدري صاحب ال 52 سنه، مدرب له خبرات تدريبيه في الامارات وفي السعوديه وطبعا في الدوري التونسي، وماشي بشكل كويس وبخطى ثابته مع منتخب تونس حاليا. تشكيله نسور قرطاج مليئه بالنجوم على مستوى الثلاث خطوط في الدفاع والوسط والهجوم. نبدا بخط الظهر، هنلاقي حبيبنا ملك الحلول علي معلول باك شمال النادي الاهلي، ومعاه منتصر الطلبي مدافع نادي لوريان الفرنسي. اما عن خط الوسط فحدث ولا حرج، بتتكلم عن نجوم زي عيسى اللدواني لاعب نادي يونيون برلين، بتتكلم عن الياس السخيري لاعب نادي فرانكفورت، بتتكلم عن انيس بن سليماني لاعب نادي شيفيلد الانجليزي، ومعاهم طبعا المخضرم يوسف المسكني كابتن منتخب تونس. اما في الهجوم معاهم الياس عاشوري لاعب نادي كوبنهاجن، والمخضرم الاخر طه ياسين الخنيسي. دي كانت اهم المعلومات عن نسور افريقيا منتخب مالي ونسور قرطاج منتخب تونس. عايز اعرف رايك في المنتخبين، وشايف ان مشوارهم ممكن يوديهم لحد فين في بطوله افريقيا السنه دي. وما تنساش كمان تكتب لي في الكومنتات عايز تعرف منتخب مين الفيديو اللي جاي. ويا حبيب اخوك لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه عن بطوله افريقيا، وما تنساش اللايك والشير، واشوفك بخير.